رمضان جانا يا عم، الشهر اللي بنستناه من السنة للسنة خلاص اهو جه. شهر البركة والمغفرة والرحمة، الشهر اللي ربنا فتح فيه أبواب الجنة وقفل أبواب النار وسلسل الشياطين. شهر الفرص الذهبية اللي بنحاول فيه نجمع أكبر عدد ممكن من الحسنات ونخرج منه بنفس نقية وأخلاق أرقى. بس للأسف في أخطاء كده بنقع فيها من غير ما نحس. الأخطاء دي ممكن تضيع علينا حسنات كتير جدا وإحنا مش واخدين بالنا منها. النهاردة يا صديقي هنتكلم عن 10 أخطاء خطيرة بجد ممكن تسرق مننا أجر رمضان من غير ما ناخد بالنا. ولو ركزت معانا وفهمت كل نقطة إن شاء الله هتتجنب الأخطاء دي وتضمن إنك تستغل الشهر بأحسن صورة. فركز معايا لآخر الفيديو ويلا بينا نبدأ. الخطأ الأول: الغفلة عن النية الصادقة. أول وأهم حاجة لازم نبدأ بيها هي النية. كتير مننا بيصوم رمضان بشكل تلقائي عشان كل الناس بتصوم أو عشان عادة من وإحنا صغيرين، إنما الصيام محتاج نية صادقة إنك بتصوم طاعة لله ورغبة في الأجر والثواب وتقربا لله عز وجل. طب أيوة يا فهمان، فين الغلط برضو؟ إنك يا صديقي بتنسى تجدد النية وتلاقي نفسك صايم من غير روح، أو صايم ومش مركز غير في إنك جعان وعطشان. بالتالي ثوابك ممكن يقل جدا لأن النية هي أساس العبادة. طب إزاي أصلح الغلط ده؟ بكل بساطة جدد نيتك كل ليلة قبل ما تنام، وافتكر دايما إن صيامك ده لله وحده، مش عشان الناس ولا عشان العادة ولا عشان تتفادى الإحراج إن الناس صايمة وإنت لأ. النية الصالحة ممكن تضاعف حسناتك بشكل رهيب، فلازم تاخد بالك منها كويس. الخطأ التاني: السهر والكسل طول النهار. رمضان شهر العبادة بس للأسف ناس كتير بتقلبه شهر السهر، يفضلوا سهرانين للفجر على المسلسلات أو الخروجات وبعدها بيناموا طول النهار، فيجي وقت الظهر أو العصر يلاقوا نفسهم مرهقين ما عندهمش أي طاقة وما بيعملوش أي عبادة ولا إنتاجية. هتقولي فين المشكلة؟ هقولك إنك بتضيع وقت الصبح اللي فيه بركة زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وبتفوت فرصة عظيمة للدعاء والاستغفار في الأسحار وكمان وقت الضحى. وكمان يا صديقي إنك بتفضل صاحي وقت الفطار وبتنام وقت الصيام، فأنت عملت إيه كده؟ فحاول تنظم نومك قدر الإمكان، مش لازم تسهر كل ليلة للفجر على حاجات مش مهمة. حتى لو هتسهر للعبادة يبقى بترتيب عشان تقدر تقوم النهار وانت نشيط، تصلي وتشتغل أو تذاكر وتقرأ قرآن وتعيش يومك. الخطأ التالت: الغيبة والنميمة والكلام السيء. من أكتر الحاجات اللي بتضيع الحسنات في رمضان إن لسانك بيفلت منك. الغيبة والنميمة والشتيمة كل ده ممكن يضيع أجر الصيام. في ناس بتصوم عن الأكل والشرب بس لسانها بيبقى سابق عنوان في الغيبة والنميمة فمبياخدش ثواب الصيام الحقيقي. طب ازاي نتفادى الغلط ده يا فهمان؟ بكل بساطة راقب كلامك. قبل ما تتكلم في أي موضوع اسأل نفسك الأول: هو هل الكلام ده يرضي ربنا؟ وحاول تبعد عن مجالس النميمة. يعني لو لقيت الناس بتتكلم في سيرة حد اعتذر وامشي أو غير الموضوع بلطف. واستخدم لسانك في ذكر الله وفي قراءة القرآن، في الكلام الطيب مع الناس. صدقني هتحس بفرق كبير في صفاء قلبك وطمأنينتك. الخطأ الرابع: بتضيع الوقت في المسلسلات والسوشيال ميديا. رمضان بيجي مرة واحدة في السنة يا صديقي، هما 30 يوم بالظبط. رغم كده ناس كتير بتفضل تضيع أغلب اليوم بين المسلسلات والسوشيال ميديا. وطبعا أنا مش بمنعك إنك تشوف المسلسل أو تستخدم الفيسبوك، أنت حر. بس المشكلة في المبالغة. تلاقي الواحد قاعد بالساعات يشوف حلقات من المسلسلات أو يلف في الريلز والشورتز وفجأة يلاقي المغرب قرب يأذن ومفيش أي عبادة اتعملت. فافتكر إن الوقت في رمضان أغلى بكتير من أي وقت تاني عشان الحسنات فيه بتتضاعف وفرصة التقرب لربنا بتبقى أكبر وأسهل. فحاول تخصص وقت معين لو عايز تشوف مسلسل أو تستخدم السوشيال ميديا، بس ما تخليش ده ياكل يومك كله. رتب أولوياتك ما بين صلاة وقراءة قرآن وذكر ومساعدة أهل البيت، صدقة، عمل، مذاكرة، بعدين الترفيه في أضيق الحدود. الخطأ الخامس: الإسراف في الأكل والشرب وقت الفطار. للأسف من أشهر العادات اللي بقت مرتبطة برمضان إننا بنحول الفطار لبوفيه مفتوح، أطباق وأصناف كتير جدا وحلويات بشكل يومي وعزايم مبالغ فيها. المشكلة مش بس في صحة جسمك يا صديقي، لكن كمان في ضياع روح الصيام اللي بيعلمنا الزهد والإحساس بالفقراء. كمان لما بتاكل كمية كبيرة جدا على الفطار بتتقل في الصلاة بعد كده وبتكسل تروح التراويح، ويمكن تقضي الليل كله قاعد على السرير ما بتعملش حاجة لأنك مش قادر تعمل حاجة. ده غير إنك ممكن تروح ترمي الأكل الزيادة لو مفيش حد ياكله، وده في حد ذاته إسراف كبير. وبما إنك فهمان فخليك معتدل، ابدأ بالتمر والمية وبعدين كل وجبة معقولة تشبعك من غير ما تخمدك. وحط في بالك إن هدف الصيام
مش بس إن إحنا بنحرم نفسنا من الأكل طول النهار ونرجع نعوضه بالليل بشكل مضاعف. الخطأ السادس: إهمال صلاة التراويح والقيام. رمضان مش بس صيام عن الأكل والشرب، ده فرصة عظيمة للصلاة وقيام الليل وصلاة التراويح. تلاقي بعض الناس بتكسل بعد الفطار، وده ليه؟ علشان الأكل الكتير اللي تقل جسمك. أو تلاقي واحد يقولك أنا صايم طول النهار ومش قادر أروح التراويح. وفي ناس تانية بتروح التراويح كام يوم في بداية رمضان، بيبقى كلهم حماس، وبعد كده يبطلوا خالص. طب ده ينفع؟ افتكر إن صلاة التراويح سنة مؤكدة، وقيام الليل من أعظم العبادات اللي بتقربك من ربنا. فدي فرصة ما ينفعش تضيع منك، المهم انك تحافظ عليها قدر الامكان. ولو يوم فاتك ما تسيبش الباقي يفوتك، كل ليلة في رمضان هي كنز من الحسنات. الخطأ السابع: سوء الخلق والعصبية. احيانا تلاقي الواحد في رمضان يقولك انا صايم ما تكلمنيش، ويبدأ يتعصب على اي حد من غير اي سبب، سواء في البيت او الشغل او في الشارع. يمكن السبب انه جعان او عطشان، بس هل ده مبرر انك تغلط في الناس وتزعق؟ اكيد لا. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا إن الصيام بيهذب النفس، وإن لو حد استفزك أو شتمك تقول إني صائم، يعني مش هرد عليه بنفس الأسلوب. سوء الخلق ممكن يضيع ثواب الصيام تماما، لأن الصيام مبني على ضبط النفس وإمساك الشهوات بما فيهم شهوة الغضب. فلو حسيت إنك بتنفعل بسرعة، حاول تاخد نفس عميق أو تغير مكانك، أو تفتكر إنك دلوقتي في اختبار حقيقي للصيام، فما ينفعش تسقط فيه بكل سذاجة. الخطأ الثامن هو إهمال قراءة القرآن والتدبر، وإحنا عارفين إن نزل فيه القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب إزاي بيجي رمضان ونعدي نصه أو آخره من غير ما نفتح المصحف إلا قليل جدا، أو نفتح ونقرأ باللسان من غير ما نحاول نفهم المعاني؟ من أهم الأعمال في رمضان هي قراءة القرآن وختمه، بس كمان التدبر في الآيات، حتى لو هتقرأ ربع كل يوم مع تفسيره. المهم تحس إنك عايش مع القرآن. دي فرصة عظيمة للارتباط بكتاب ربنا، ولو فاتت تبقى خسارة كبيرة في موسم الحسنات ده. الخطأ التاسع: رمضان شهر الكرم، شهر الإنفاق على الفقراء والمحتاجين، وشهر مضاعف الحسنات. كل مرة هأكد عليك، لكن تلاقي ناس بتنسى الموضوع ده تماما، أو تقول لسه بدري. تيجي آخر رمضان تحس إنك ما عملتش حاجة في مجال الصدقة أو مساعدة الناس. طب فين المشكلة يا فهمان؟ إنك بتضيع فرصة عظيمة إن حسناتك تتضاعف فيها، كمان بتحرم نفسك من دعوات المحتاجين وبركتها. مش شرط تكون صدقة فلوس بس، ممكن تكون إطعام صائم، ممكن تكون مساعدة جارك في حاجة، ممكن تكون كرتونة رمضان. أي حاجة تعملها لله في رمضان ليها ثواب عظيم. وحاول تخصص جزء من ميزانيتك للصدقة حتى لو بسيط، ربنا بيبارك في القليل لو طالع بإخلاص. وما تستناش لآخر الشهر، وزعها على أيام رمضان عشان تحس بطعم العطاء كل ليلة. الخطأ العاشر، وده مهم جدا: عدم التخطيط لما بعد رمضان. في ناس بتتعامل مع رمضان كأنه فترة مؤقتة للتوبة والصلاة والعبادة، وبعدين أول يوم عيد بيرجعوا تاني زي ما كانوا، مفيش أي حاجة اتغيرت، كأن رمضان كان مجرد محطة بنمر عليها كل سنة بشكل إجباري. وده خطأ كبير يا فهمان، لأن الهدف من رمضان إنك تخرج منه إنسان مختلف للأحسن، وتكمل على الأقل ببعض العبادات اللي اتعودت تعملها في الشهر ده. يعني مثلا لو بدأت تختم القرآن مرة في رمضان، ممكن تحافظ على ورد يومي بعد رمضان. ولو صليت التراويح كل يوم، ممكن تكمل بركعتين قيام ليل أسبوعيا مثلا. إنك ما تخططش لما بعد رمضان معناها إن كل اللي عملته في الشهر ممكن يضيع، وترجع تاني لنقطة الصفر. اكتب أهداف بسيطة، يعني مثلا حافظ على صلاة الفجر جماعة، هقرأ ورد قرآن ولو صفحة، هتصدق بمبلغ صغير شهريا. كده يا صديقي هتضمن استمرار بركات رمضان في حياتك طول السنة، وده مهم جدا عشان نتغير للأحسن. وبكده يا صديقي يبقى احنا اتكلمنا عن 10 أخطاء خطيرة بجد بتضيع حسناتنا في رمضان من غير ما نحس. فخلينا نراجعهم بشكل سريع عشان لو سقطت منك حاجة. أول خطأ وهو الغفلة عن النية الصادقة. تاني خطأ وهو السهر والكسل طول النهار. تالت خطأ وهو الغيبة والنميمة والكلام السيء. رابع خطأ إنك بتضيع الوقت في المسلسلات والسوشيال ميديا. خامس خطأ الإسراف في الأكل والشرب وقت الإفطار. سادس خطأ وهو إهمال صلاة التراويح والقيام. سابع خطأ سوء الخلق والعصبية. تامن خطأ إهمال قراءة القرآن والتدبر. تاسع خطأ وهو التساهل في الصدقة وفعل الخير. عاشر خطأ عدم التخطيط لما بعد رمضان. ولو عايز تعيش رمضان حقيقي، ابدأ من دلوقتي عدل في نفسك وخطط تبعد عن الأخطاء دي عشان تطلع من الشهر الكريم بأكبر قدر من الحسنات والقرب من ربنا. ولو شايف ان الفيديو ده ممكن يفيد حد تاني، شاركه مع أصحابك وعيلتك، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو لسه مشتركتش.
وقول لنا في التعليقات ايه اكتر خطأ هو قريب من الناس كلها وازاي يقدروا يتغلبوا عليه. سلام.